السلام عليكم ورحمة الله. كيف الحال؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. معكم الدكتور مريم من قناة سول طبيبة مع مريم. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتناول موضوع عنق الرحم، وسنقول ما هي الأسباب التي تؤدي إلى قساوة عنق الرحم أثناء الولادة أو قبل الولادة. فكثير منكم عندما يدخل للشهر التاسع تعاني من هذه المشكلة، فتذهب مثلا للطبيبة أو المولدة فتقول لها بأن عنق الرحم لا زال مسدود أو مغلق أو لم ينفتح بعد. فهنا تنحبط السيدة وتقول: لماذا لدي عنق رحم قاسي؟ هل لمثبتات الحمل علاقة بهذا الموضوع؟ ما هي الأسباب وما هي الأشياء التي يمكنني أن أقوم بها وستلين عنق الرحم للولادة؟ هذا هو موضوعنا لليوم، فأتمنى أن تشاهدوه إلى الأخير. وإذا كانت هذه أول زيارة للقناة لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. فكما قلت، أسباب قساوة عنق الرحم هي عديدة جدا. سأتناول أول سبب، وسؤال يطرح علي في القناة: هل مثبتات الحمل تؤدي إلى قساوة عنق الرحم؟ أولا، ما هو دور مثبتات الحمل؟ فهي تقوم بتثبيت الحمل وتمنع عنق الرحم من الانفتاح في المرحلة الأولى من الحمل فقط. مثبتات الحمل نأخذها في الفترة الأولى من الحمل، فبعد ذلك لن تؤدي إلى أي نتيجة، لأنها تزيد من هرمون يسمى البروجسترون، وهو الذي يساعد على تثبيت الحمل. بعد ذلك ليست لديها أي فائدة، أي بعد الشهر الثالث أو الرابع ليست لهذه المثبتات أي فائدة تذكر. يعني هذه المثبتات لن تسبب قساوة عنق الرحم ولن تؤدي إلى الولادة القيصرية. هذا أول جواب على سؤال يطرح كثيرا في القناة. نمر الآن للأسباب الحقيقية لقساوة عنق الرحم، وأولها وهو لا قدر الله وجود سرطان عنق الرحم أو سرطان بطانة الرحم. هنا يمكننا القول بأن هذا هو السبب، لكن أغلب الحوامل يكون هناك أسباب أخرى غير ذلك. مثلا إذا كنت تتعرضين للعلاج الإشعاعي لمنطقة عنق الرحم، إذا كنت قد تعرضت لجراحات الرحم بما في ذلك مثلا استئصال بطانة الرحم أو غير ذلك، فهذه العمليات تؤدي إلى قساوة عنق الرحم. كذلك هناك إجراءات طبية لعنق الرحم بما في ذلك الخزعة المخروطية والعلاجات السابقة للسرطان. هناك التكيسات، فإذا كنت تعانين من تكيسات أو زيادات غير طبيعية فهنا نقول كذلك بأن لديك قساوة في عنق الرحم. هناك الندوب، هناك تشنج عنق الرحم، فبعض السيدات يعانون من هذا الأمر. يعني حتى في العلاقة الزوجية والعلاقة الحميمية تعاني من هذا الموضوع، أي تشنج في المهبل وبالتالي تشنج في عنق الرحم. هناك وجود عدوى، فالعدوى أو الالتهابات تؤدي كذلك إلى عدم انفتاح عنق الرحم وغيرها من الأسباب. هذه أسباب رئيسية، لكن أغلب السيدات لا يوجد هناك سبب رئيسي، يعني فقط يجب عليها الانتظار لكي ينفتح عنق الرحم. نمر الآن لأهم شيء في فيديو اليوم، وهو ما هي الأشياء التي تساعد على تليين عنق الرحم للولادة. يمكن أن تساعدك الطرق الآتية التي سأذكر الآن على توسيع عنق الرحم وتليينه دون استخدام الأدوية. أولها وأكيد الشيء المشهور وهو الحركة. فالحركة قد تساعدك على التحرك، مثل ممارسة رياضة المشي أو القيام بحركات بسيطة في السرير أو الكرسي، أو حتى تغيير وضعيتك على توسيع عنق الرحم وتليينه عن طريق زيادة تدفق الدم. فالحركة أمر جيد يساعد في فتح عنق الرحم، وبالخصوص المشي كما نعرف جميعا. هناك استخدام كرة التمرين، الكرة المعروفة، فقد تساعدك الكرة المطاطية للتمرين. في هذه الحالة يمكن أن يساعدك الجلوس على الكرة والتحرك ذهابا وإيابا، أو التحرك في دوائر في الحفاظ على بسط عضلات الحوض للولادة. هناك كذلك الاسترخاء، فالتوتر شائع خلال المراحل الأخيرة من الحمل. الإجهاد وشد العضلات يمكن أن يصعب توسيع عنق الرحم ويعيق نزول الجنين. لذلك
تعلمي الاسترخاء، فهو يمنحك الكثير من الفوائد خاصة للعضلات، فهي تستفيد أو تستفيد عديدات من ممارسة تمارين التنفس أو التأمل قبل الولادة وخلالها. ويمكن لتعتيم الغرفة أن يساعدك. قومي ما أمكن بالاسترخاء ولا تتأثري بالعالم الخارجي، بما يحصل في العالم الخارجي، فأي توتر ينعكس عليك وينعكس على عنق الرحم وينعكس عليك يوم الولادة بالخصوص. لذلك حاولي ما أمكن التمرين على الاسترخاء، لأنه في وقت الولادة كذلك ستحتاجين إليه. هناك أمر جيد وهو الضحك. فالضحك يمكن أن يبقي التوتر والخوف بعيدا، يمكن حتى من الاسترخاء، يريح الجسم ويساعد على توسيع عنق الرحم. وقد يساعدك المزاج أو مشاهدة الأفلام مضحكة أو الكوميديا الواقعية في الحفاظ على الروح المعنوية قبل الولادة وفي أثنائها. فهذا صدقيني جيد جدا. فيجب أن تلعبي على نفسيتك وعلى مزاجك إذا كنت تريدين ولادة سهلة وولادة لينة. فالتوتر والقلق والعصبية أمور غير مستحبة وفقط ستنعكس عليك بالسلبي، ستكون انعكاساتها سلبية على نفسيتك وبالخصوص على توسيع عنق الرحم يوم الولادة. هناك أمر آخر وهو العلاقة الحميمية. فيمكن للعلاقة الحميمية في الثلث الأخير من الحمل أن تساعد على التحفيز الجنسي أيضا، كما يمكن لهرمون يسمى البروستاغلاندين في السائل المنوي تعزيز التوسيع وتليين في عنق الرحم. لذلك العلاقة الحميمية مستحبة وننصح بها في الثلث الأخير وبالخصوص في الشهر التاسع. فسائل المني كما قلت يوجد به مادة تساعد على توسيع عنق الرحم. حاولي الإكثار مثلا 2 أو 3 مرات في الأسبوع، فهي جيدة جدا. هناك نبتة لا أعلم إذا كنتم تعرفونها، تسمى زيت زهرة الربيع المسائية. هذا العشب يمكن أن يساعد عنق الرحم على اللين والتوسيع وإعداده للولادة. يمكنك تناول كبسولات زيت زهرة الربيع المسائية خلال الأسابيع الأخيرة من الحمل، وسيساعدك إن شاء الله في تليين عنق الرحم. تبقى هذه الأشياء العامة التي تساعد على تليين عنق الرحم. والشيء الأساسي كما قلت وهو المشي والحركة، وكذلك هناك الجماع. وأمر آخر وهو تدليك الحلمات. فتدليك الحلمات يحفز تقلصات البطن وبالتالي يحفز كذلك، فالتقلصات هي التي تؤدي إلى انفتاح عنق الرحم. كل ما اشتدت التقلصات كل ما ازداد عنق الرحم بالانفتاح عفوا. وهنا ستكون الولادة سهلة وسلسة إن شاء الله وبدون أي مشاكل. هذا كان موضوعنا اليوم. فقط أردت التوضيح بأن حبوب تثبيت الحمل أو حقن تثبيت الحمل ليست لها علاقة بالولادة القيصرية وبقساوة عنق الرحم يوم الولادة. ألقاكم إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم. وإذا كانت لديكم أي تعليقات أو مواضيع تريدونني أن أتكلم فيها، فرجاء قوموا بوضعها في التعليق وسأجيب إن شاء الله، سواء عن طريق فيديو أو عن طريق اللايف. فأنا أقوم بلايف كل يوم على الساعة 9 مساء، فكونوا في الموعد. وإذا كانت لديكم أي أسئلة فقوموا بتحضيرها وسأجيب إن شاء الله. ألقاكم في فيديو قادم، والسلام عليكم.